البقر ديال البرازيل اللي جابوا لكم ها هي فراه هاربه بحال الناقه. والله يستر كي دايره. البرازيل لقاو فيها واحد الحاله ديال جنون البقر. والله يستر كي دايره. فضلوا عاد كي دايرين هانتوما واش غتاكلوا مساخيطه. وفي اوروبا كلها لقاو والو غير بقره وحده كيذبحوا البقر كامل كيقتلوه، كله كيحيدوه. ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب حول الأبقار المستوردة من البرازيل وعن جودة لحومها وكذلك أشكالها التي تبدو غريبة للبعض. وقد تداول بعض النشطاء مقاطع فيديو لهذه الأبقار في أحد الأسواق الشعبية وهي في حالة يرثى لها، كما وأنه قد صدرت العديد من التقارير التي تفيد برصد حالات من جنون البقر في البرازيل في الأيام القليلة الماضية. قبل بداية الفيديو المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وترك تعليق محفز والإعجاب بالفيديو. البقر ديال البرازيل اللي جابوا لكم ها هي فراه هاربه بحال الناقه. والله يستر كي دايره. والله يستر كي دايره. فضلوا عاد كي دايرين هانتوما واش غتاكلوا مساخيطه. هادشي كاملين كيسدوا عليه باش يشدوه. هادشي ولا جايه غتطلع على شي واحد سد علينا. الله يستر كي داير هادشي. يا ربي السلام يا ربي السلام. ها؟ كتقصد تجي عندك دابا باش غتبقى جايه لهنا؟ ما عادش. ها؟ ما عادش. اش كيدير الله يستر شد الله دايره كي دايرين؟ واش هذا البقر هذا جديد؟ ها؟ هذا البقر هذا جديد. مشكله هادي صح؟ فصل عباد الله. والله شي مشكله حق الله. شد الله عا كي دايرين شي حاله كي دايرين. هو غيشد هذا غيدير. البرازيل اللي هو دابا هذا هو صلب هذا الفيديو هذا النهار. البرازيل لقاو فيها واحد الحاله ديال جنون البقر وناضت في البلاصه. شوفوا الدول اللي كتحترم المواطنين ديالها كما تعلنات على بان كاينه واحد الحاله ديال جنون البقر. ناضت الصين، تايلاند، ايران، الاردن، السعوديه، روسيا، عدد من الدول اللي حبسوا الاستيراد ديال اللحوم والابقار من البرازيل. في نفس الوقت هما حبسوا، وكتعرفوا جنون البقر الا مشات تاكل شي بقره كان فيها جنون البقر وبان الانسان كلاها هو كيمرض وكيكونوا عنده مضاعفات وامراض خطيره عصبيه نفسيه جسديه بزاف ديال الحوايج. هذاك الشيء علاش الا عقلتوا على انجلترا في 1986 لهنا وقت ماشي فيرما لقاو فيها واحد، وفي اوروبا كلها لقاو والو غير بقره وحده كيذبحوا البقر كامل كيقتلوه، كله كيحيدوه. عاوتاني عنده واحد البروسيسوس باش كيدفنوا داك البقر ولا لانسينيغاسيون كيتحرق كامل. حنا في الوقت اللي هاد الضجه نايضه في البرازيل نضنا كنهرولوا البرازيل وجبنا 4600 بقره. كتعرفوا القوانين اللي كانوا في المغرب ما كان كيستورد البقر اللي عنده قل من عامين باش كيكبر هنايا كنعرفوا الحاله الصحيه ديالو وما كيكونش مريض فيه شي مرض كما بغى يكون. اليوم الفضيحه الكبيره هي هاد البقر اللي مشينا جبنا من البرازيل. اعلنوا على البقر غادي يجي من قالوا بان غادي يهزوا الضرائب، ما غاديش تكون الجمارك وهذا باش البقر يدخل المغرب وباش يكون واحد الاكتفاء ما نسميوش ذاتي ولكن على الاقل اثمنه ترخص. شوفوا
الاستراتيجيه ديال هاد الناس بانها غير الفلوس، اما شي حاجه نظره مستقبليه ما كايناش. وكانوا عارفين شنو كيخطوا وعلموا صحابهم، لان في حزب التجمع الوطني للاحرار انا ما كنلومش الحزب، ولكن هذا واقع دار بحال قلتي دوله وسط دوله. ملي قلت حزب التجمع الوطني للاحرار دوله وسط دوله، صاحبهم معاهم في الحزب ان بورطال البقر. كتعرفوا البقر 15 يوم بين البرازيل وهنايا، كاينين في الباطو غير باش تشارجي 4600 بقره، وهذا راه خصها ايام. راه كاينه واحد الهمزه الا بغيتو تضربوها، جابوا داك البقر ما سوقهمش جنون البقر ولا شي حاجه، ما مسوقينش للشعب المغربي، خليه ياكل. البقر وصل نهار 14 فبراير 2023. ملي كيوصل الاعراف في لامبورطاسيون في الاستيراد ديال هاد الحيوانات، خاص لا كارونتين. كي ما يوصل البقر يبقى على الاقل واحد 20 يوم في الميناء، مكان مخصص لهم كياكلوا ويشربوا، والاطباء كيشوفوهم وكيقلبوهم وكيديروا لي زاناليز وكيشوفوا ياك ما، لان جنون البقر ديك الورقه اللي كتجي معاه وداكشي هضره خاويه. لان كون كان بصح الورقه كون هاد الدول كلهم السعوديه والصين وروسيا والاردن مصر تايلاند وهادو ما يحبسوش الواردات ديال الابقار واللحوم من البرازيل. حنا لا، جبناهم. نهار 14 وصلوا، ونهار 15000 بقره كانت في الباطوار ديال بني ملال وكيذبحوا في البقر. تصوروا معايا نهار وصلت 14 نهار 15، يعني كيما وصل البقر خرجوه، ما كاين لا كارونتين لا هذا ولا. وخرجات لونصا خرجات كتقول لك لا لا لا، هاد البقر راه كلهم مزيان وراقو سالمين. غير قول لي يا لونصا امتى قلبتي هاد البقر؟ واش كنتي معاهم في الباطو؟ ياك وصلوا لهنا؟ ياك جنون البقر كيتشاف بالعينين، كتبان البقره كتفقد التوازن ويلاه الاول ديالها، والبقر اللي جابو ذبحوه، مشى ديريكت للذبيحه وعطاو للمغاربه ياكلوا. هاكو كولوا. نفرضوا بان درتوا هذه القضيه باش ينزل الثمن، وراه اللحم كيسوى 80 درهم الكيلو. فين نزل الثمن؟ من 100 ل 80. الصفقه داروها على ظهر الشعب المغربي. إذا وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا باللايك، وكذلك تخلي لنا تعليق محفز، وإلى اللقاء في فيديو مقبل.